السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وينعاد علينا وعليكم الأيام بالخير يا رب. النهاردة بقى هنعمل نوع كنافة جميل جدا، سهل وبسيط وكمان مش مكلف. هي صينية كنافة بجوز الهند والزبيب. طريقتها سهلة وبسيطة وكمان مش متعبة ولا تكلفتها عالية. بس قبل ما نبدأ في عمايل الفيديو، معلش انا بعتذر ان انا حطيت الشربات في الاول على النار، بس لاني انا بصور لوحدي وكنت هبقى متوترة لو انا جهزت الاول. فطبعا هنا الحلة ديت فيها نص كيلو من السكر، وعليها منسوب المية اعلى من السكر بحاجة بسيطة خالص، وحطيت نص ليمونة وكيس فانيليا. طبعا هعمل الشربات الاول للصينيه، لاني بحب الشربات للكنافه بيبقى بارد، فطبعا هعمله الاول وبعد كده ايه هبدا في عمايل الكنافه. هديله تقليبه كده وافضل ادوبه، وطبعا ايه اول ما يقلب كده هوطي عليه النار، مش هسيبه على نار عاليه عشان الشربات ما يسكرش في حراف الحله من جوه. طبعا ههدي عليه النار كده، انا هديت عليه النار اهو، هيفضل يقلب معايا. هسيبه حوالي 10 دقايق على البوتاجاز، واول ما يستوي معايا انا هطفي عليه النار. طبعا بس الطريقه ديت سهله وبسيطه وكويسه. هنا الشربات بتاعي خلاص تمام، قرب يستوي معايا اهوت، والدليل على كده النار بدأت خلاص، الغليان بتاعه ما بقاش زي الاول، خلاص كده تمام قرب يستوي معايا. فانا هطفي عليه كده، انا طفيت عليه اهوت، وهسيبه بقى على البوتاجاز يبرد. واول ما يبرد هبدأ بقى ان انا ابدأ في عمايل الكنافة ان انا اجهزها. بس بقى قبل ما ابدأ في تجهيز صينية الكنافة، انزلي تحت اعملي لايك، ولو انتي مش مشتركة في قناتي اعملي اشتراك وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. واحب ان انا اشوف منك تعليق حلو كده تشجعيني بيه. تابعوني ولا تفارقوني. هنا بقى انا جبت نص كيلو كنافة، هي صبحة بقى اهيت، فرفتها خالص. طبعا النوع ده من الكنافه مش من النوع اللي بيتقطع او يتكسر، لانها لينه وطريه نوعها كده. هي نوعها مقارب للكنافه البلدي بتاع زمان لو تفتكروها، هي مش ناشفه ولا اللي بتفتفت دي طريه خالص اهي، ميه اهي. فما ينفعش ان انا اقطع فيها قوي، لو قطعتها عامله هي مطاطيه شويه، بيبقى محطوط على نسبه من اللبن، فهي دي نوعها طري اصلا، مش زي دكه. حتى لو قطعتي مش هتبقى بتقطع اكتر من كده اهي. طبعا هي كانت من نوعها اصلا كمان كانت سايبه في بعضها، ما كانتش ماسكه في بعضها زي الكنافه التانية، لا هي اصلا جايه كده لينه ومفكوكه من بعضها كده. يا دوبك انا قطعت منها حاجات بسيطه كده، قطعتها حتت بسيطه اهيت. طبعا انا قطعتها بيني وبين نفسي عشان خاطر ما اطولش عليكم من الفيديو اهي كده بقت تمام قوي قوي. هتحتاج بقى الكنافه ديت ايه مني. عندي 4 معالق من السمنه، سمنه مش زبده، لان الزبده بيبقى فيها نسبه لبن وبتخلي الكنافه تتحرق، وبيبقى فيها جزء كده حبيبات محروقه. طبعا انا هحط سمنه. طبعا انا عندي سمنه مسيحه جاهزه. طلعت 4 معالق بس كده من التلاجة وسبتهم يفكوا بره. ولعت عليهم نار هاديه خالص لغايه ما فكوا، وسبتهم لما بردوا. انا مش هعمل بسمنه سخنه اهي اهو. ال4 معالق دول 4 معالق، وحطيت حبه زيت بسيطه خالص، يعني عشان تدي كنافه زي قرمشه بسيطه، لان الكنافه دي نوعها طري، لو عملتها بسمنه بس هتفضل طريه ولينه خالص، مش هتقرمش معايا خالص. فانا حطيت يجي 3 معالق زيت كده تديها نوع من القرمشه بس مش اكتر. طبعا انا مش هكب السمنه كده مره واحده، لا انا هجيب معلقه واوزع السمنه دي. طبعا اهوت هجيب بالمعلقه كده واشيل السمنه دي اوزعها على الكنافه كده، علشان بحيث ان السمنه كلها تدخل في الكنافه كلها، ما يبقاش جنب يعني مغموس في السمنه وجنب ناشف كده. بالمعلقه كده هوزع السمنه خالص على الكنافه كلها اهي. طبعا هسيب حبه كده وهقلب الكنافه واشوف لو عايزه تاني سمنه اكيد هتعوز برضو بقيت حبه
السمنه اهو. هي هتحتاج حاجه بسيطه كمان. طبعا انا ده كله مش هحطه في قلب الكنافه، هحط حبه في اخر الصينيه، هوريكم انا هعمل ايه. انتي بقى لو عايزه نوع الكنافه بتاعك يبقى مقرمش خالص خالص وناشفه كده من النوع المقرمش، ممكن تجيبي معلقتين من الشربات اللي احنا عملناهم في البدايه واحطهم عليها. بس نظرا لان انا عندي اطفال بحبها تكون لينه وطريه شويه، مش بحبها تكون ناشفه قوي. يعني حبه الزيت هيدوها ايه زي قرمشه بسيطه، القرمشه المطلوبه يعني. انما في ناس بتحبها الكنافه زي بتاع المحلات اللي بتبقى ناشفه ديت ومقرمشه جامد، يعني ناشفه قوي. فانا طبعا ايه كده، انا ايه خليت الكنافه كلها، شوفوا بتلمع اهي، كلها سمنه عشان تبقى لما تدخل الفرن وتبقى طعمها حلو. السمنه دي لها طعم اهو، شفتوا كده كلها اهي متعصه سمنه اهي جميله كلها، مفيش ولا واحده ولا حته فيها ناشفه، كلها سمنه خالص اهي. النوع ده من الكنافه ما بتتقطعش يا جماعه، لان هي لينه طريه خالص خالص، بتبقى دايبه كده بتدوب في البق، عامله زي الكنافه البلدي بتاع زمان. هو الراجل اللي انا جايباها منه كنافته جميله جدا، شايفين كده كده بقى اندهنت كلها الكنافه سمنه كلها، مفيش فيها ولا حته ناشفه كده، تمام قوي قوي قوي. هتبقى معايا بسم الله ما شاء الله. بصوا بصوا الكنافه بقت كلها مدهونه سمنه اهي اهي. اعتقد انها مش محتاجه سمنه تاني. طبعا بقى انا هجيب صينيه عشان اوزعها في قلبها وارجع لكم. كده انا جبت صينيه اهي، طبعا مش هدهنها، هي اتحط فيها سمنه كتير بزياده وفيها كمان الشربات هتنزل، فطبعا عمرها الكنافه ما هتلزق. طبعا هي معموله بالسمنه شبعانه سمنه، فهي عمرها ما هتلزق. هوزع نص الكنافه، نص الكميه في ارضيه الصينيه كده. طبعا الكنافه دي يا جماعه مش هبطط كده بقى، لاني مش النوع ده. هي بتحب انها تبقى ايه المسافات كده بينها وبين بعضها بتبقى واسعه مش ضيقه زي الكنافه اللي هي مدكوكه. في نوع من الكنافه تفضلي تدعكي فيها قوي، تضغطي عليها قوي، فطبعا بتديكي يعني ايه بتفضل طريه خالص. فاحنا عايزينها تبقى نسبه مقرمشه، لان النوع ده من الكنافه يعني طري قوي، فما ينفعش ان هو يبقى ايه لو حطيت عليه تاني هيبقى طري اكتر، يعني لو فضلت اضغط عليه. فانا طبعا مخليه ايه المسافات واسعه بين الكنافه وبعضيها عشان تدي ايه تبقى ناشفه شويه، ما تبقاش عندي طريه قوي 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 زياده عن اللزوم، فما بتبقاش حلو. طبعا لما بتبعدي المسافات كده بتفرديها وتخليها مهويه، يعني مش مضغوطه. يعني انا ما ضغطتش وبططت الصينيه وسويتها قوي، لا انا سايباها كده ايه على طبيعتها اهو، يا دوب وزعتها بس في ارضيه الصينيه كده اهو. طبعا في طبق اهو، دول شويه جوز هند ودول شويه زبيب. احط الجوز الهند هنا كده هرشه في قلب الصينيه، وادي الزبيب اهو هحط برضو اوزعه في الصينيه كده كده تمام قوي. بحيث ان كل حته تبقى خرطه يبقى فيها ايه زبيب وجوز هند اهو. ادي جوز هند كمان كده اهو اوزع كله. في حته بقى هنا هقول لكم عليها، الحته دي طبعا اختياري، بس انا بعتبرها من اهم نجاح الكنافه، وان طبعا يبقى سكرها مظبوط وتبقي مبسوطه قوي من نتيجتها. في ناس بتحط بقى الجزء التاني، النص التاني على بعد الزبيب وجوز الهند. انا بقى هعمل ايه، هعمل حته حلوه قوي. هجيب شويه من السكر كده كده، هرشها كده في قلب الايه الصينيه.
ما اقولكوش بقى حبة السكر دول بيعملوا ايه بقى في الكنافة، بيخلوها اولا لما بتتحط في الفرن السكر ده بقى بيدوب وبيخلي الجزء التحتاني من الكنافة، وبعد كده لما تزيدي الشربات، طبعا الشربات بيبقى في الجزء الفوقاني وحبة السكر دول بيدوبوا مع حبة شربات، بيخلوا الكنافة دي بيودوها في حتة تانية بصراحة. كده تمام قوي. مش هحط سكر تاني، انا بحط رشة كده عشان كمان ايه تظبط لي ايه، تظبط طعم الكنافة معايا. خلاص تمام كده، انا حطيت اهو. هحط الجزء التاني بقى بتاع الكنافة ده على الوش، برضو مش هبططه، انا هحط كده، هوزعه كده كده بحيث ان ياخد كل الاجزاء. اهو بحيث ان انا داري ايه الزبيب وجوز الهند. ايوه كده تمام قوي قوي قوي. بصوا بقى معايا، بصوا الصينيه. انا طبعا بقى مش هضغطه، في نوع اصلا من الكنافه لما تكوني عايزاها من اللي هي المضغوطه بتفضلي بقى تضغطي قوي على الاطراف قوي قوي قوي، انما النوع ده، وان شاء الله باذن الله اعمل لكم حلقه تانية نوع من الكنافه من اللي هي المضغوطه دي، هعملها لكم في جزء تاني في حلقه لوحديها باذن الله تعجبكم برضو. بس النوع ده من الكنافه جميل قوي اهي. انا مش هضغط عليها قوي، انا يا دوب برص، يعتبر برص الكنافه بس كده، برصها وبسويها كده اهي اهي. بصوا بقى كده تمام قوي. هحط حته هنا كده عشان اسويها عشان تبقى متساويه. خلاص كده خلصت تمام معايا قوي. فاضل بقى المعلقتين بتوع السمنه الاخرانيين دول، انا هقوم شايلاهم واوزعهم على ايه، على وش الصينيه كده. كده تمام قوي. ادي الصينيه اهيت. خلاص كده انتهينا من الصينيه وبقت مظبوطه وتمام قوي التمام، بقت جميله اهي. هكون بقى مسخنه الفرن على حراره 180، احطها فيه. مش هحطها على ارض الفرن، لا ده انا هحطها في المنتصف بالظبط، لا هحط الرف بتاع الفرن عالي ولا واطي، انا هحطها في منتصف الفرن بالظبط، بحيث ان هي الكنافه دي زيها زي اي حاجه يا جماعه بتبقى محتاجه تسويه، فما ينفعش ابدا ان انا اسويها على نار عاليه انها تتحمر وقلبها جوه مش مستوي، وما ينفعش ان انا اهدي الفرن قوي قوي لدرجه انها ايه تفضل لما تبقى زي الحجر وما تبقاش فيها ليون. هي عايزه رف متوسط في الفرن، وعايزه نار متوسطه اللي هي 180، وتطلع لك احلى كنافه. طبعا الصينيه دي حرفها مش عالي، بصوا كده العلو ده بيخلي الصينيه القعر يحمر مع الوش، وهتشوفوا دلوقتي طبعا مش هتاخد. ولو حتى لقيت القعريه اتحمرت يعني وبقت كويسه والوش لسه لونه ذهبي فاتح، هبدا اولع الشوايه تاخد وش بسيط. يعني هي باذن الله في الصينيه دي انا لما بعمل بيستوي القعريه مع الوش، انما باذن الله يعني لو حبينا ان هي في ساعات بيبقى الفرن بيسوي القعريه قوي والوش بيبقى لسه لونه ذهبي فاتح، فبديها وش كده تحت الشوايه. هحطها في الفرن وارجع لكم تاني. هنا بقى الشربات ديت
بردت خالص، بقت بارده جدا. خلاص كده تمام، هينفع اسقي بيها على طول. كده بقى خلاص، ناقص دقيقه واحده واطلع صينيه الكنافه من الفرن وهسقيها قدامكم. استنوا دقيقه واحده وهطلعها وارجع لكم. كده بقى صينيه الكنافه طلعت اهي سخنه. اول ما بتطلع سخنه على طول باجي على الشربات عليها ساقع. طبعا مش هدلق في جنب ويبقى جنب، لا انا هحط كده. افضل بقى بالمغرفه اوزع الشربات على صينيه الكنافه كلها كده. كده تمام قوي. طبعا انتي الصينيه بتاعتك هتلاقي ان الشربات في الجنب كده، بصوا الشربات زياده في الجنب. ما تخافيش، هي ايه طبعا الكنافه ناشفه ومقرمشه، مفيش نص ساعه، مفيش 10 دقايق ولا ربع ساعه كمان، وهتبص تلاقي الكنافه بقى ايه شربت كل الشربات اللي في الجنب ده. بس هي عشان لسه سخنه، طبعا هي لسه مقرمشه كمان إيه شويه كده، وهتبص تلاقي بقى الكنافه دي ايه بدأ. شايفين الشربات؟ عشان محدش فاكر ان الشربات قليل، هتبدأ ايه تشرب الشربات. وطبعا الكنافه دي لما يعني بتفضل مده في الشربات بتبقى ايه بتنفش شويه كده وبتزيد يعني مع الشربات شويه. طبعا انا هنا عشان خاطر ان انا خلصتها خلاص، هزوقها بحبه جوز هند بس من على الوش. بقى حبه جوز هند كده يخلوا شكلها جميل. طبعا هي فيها جوز هند من جوه بس انا مش حاطه كتير، انا بحب احط على وشها كده جوز هند، تبقى شكلها حلو وطعمها بيبقى جميل. وبقى معايا دلوقتي احلى صينيه كنافه بالزبيب وجوز الهند. هي دي طريقتها كده. في انواع تانية للكنافه جديده كتير ومش جديده كمان، في طرق قديمه كمان كتير. طبعا كل مره بنعمل فيها كنافه هنعملها طريقه مختلفه لحد ما نعمل كل طرق الكنافه اللي احنا عارفينها. بس دي ابسط طريقه لعمايل الكنافه واسهل طريقه. طبعا دي الناس اغلب العائلات بتحبها، يعني عن اللي هي المتزوقه والمكريمه والمكسرات. طبعا انتوا عارفين ان الدنيا غلا والاسعار زايده جدا، فاغلب الناس بيبقوا عايزين حاجه مسكره وفي نفس الوقت على قد الايد. طبعا الكنافه الساده دي من اكتر اهي. بصوا كده الصينيه الكنافه شربت كل لو بصيتوا في جنب الصينيه شربت كل الايه الشربطه. فكده بدات، ومفيش كمان 5 دقايق اول ما تهدى طبعا تقدري تاكلي منها. وان شاء الله باذن الله الطريقه دي تعجبك وتعجب اولادك لانها سهله وبسيطه. ووعد مني ان انا كل ما اجي اعمل كنافه اعمل لك طريقه جديده للكنافه. ولو عجبكم الفيديو ده اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.